باشمهندس، سنو. في واحد سأل سؤال على اليوتيوب بيقول ان هو لسه فاتح محل من 3 ايام، وفي خلال 3 ايام ما غيرش غير شاشة واحدة، فبيستفسر من حضرتك يقفل المحل ولا يكمل؟ يقفل المحل بعد 3 ايام؟ لا طبعا، دي مدة قليلة جدا ما يقدرش يحكم فيها على البيزنس. هو البيزنس في الشهر ده والشهر اللي فات والشهر اللي جاي كمان الحركة بتكون ضعيفة شوية. لكن 3 ايام دي مش مدة خالص ان هو ياخد فيها قرار ان هو يكمل او يقفل. هو المفروض اي بيزنس بيبقى فاتح جديد بياخد فترة من 4 ل6 شهور علشان البيزنس ده يبتدي يخلع. فطبعا لازم ان هو ينتظر، ولازم ان هو لما يجي له عملاء دلوقتي يحاول ان هو يقدم لهم خدمة مميزة عشان يرشحوه لناس تانية غيرهم، وعلشان يكونوا عملاء دائمين له. ويكثف بقى من الدعاية. هو محتاج ان هو في الفترة دي ان هو يكثف الدعاية على السوشيال ميديا، يوتيوب، تيك توك، انستجرام، السناب شات، كل البرامج دي. يعمل فيديوهات، يعمل عروض علشان يستقطب الناس والناس تعرفه وتجيله. انما بتسأل اذا تقفل المحل بعد 3 ايام ولا لا، انت فتحته ليه اصلا؟ فبس كده، لا لازم يدي البيزنس فرصة اكتر من كده. شكرا جدا. العفو.